علينا أن نلتفت إلى أمر كبير، وهو قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فذكر رمضان كله. الليلة الأولى من ليالي رمضان قد يفوت قيامها على كثير من المسلمين، إما لجهلهم بأنها من رمضان، لأنه إذا ثبتت رؤية الهلال فقد دخل رمضان، فمنذ دخل الهلال فرمضان من غروب الشمس من ليلة إذ، وإذا رؤي هلال شوال فهذا من شوال وخرج رمضان. فعلينا أن نلتفت إلى هذا الأمر الكبير، لأن الناس ربما تقاعسوا عن القيام في أول ليلة من ليالي رمضان على أنها ليست من رمضان، وربما اعتقدوا تقديم الصيام على القيام، فيقولون لا نقوم حتى نصوم، فيصومون أول يوم ويبدأون القيام من الليلة الثانية من شهر رمضان، فلا يكونون داخلين في حديث النبي: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتحرى ثبوت الهلال، فإذا ثبت دخول الشهر فقم ليلة أول يوم منه، فهذا من رمضان، هذه أول ليلة من ليالي رمضان.